هلو جيرلز، عاملين ايه؟ انا كوتش اودي اللي ما يعرفنيش، مدرب معتمد من ناسا ومن اي سي سي واخصائي تغذيه رياضيين وخبره في مجال الفتنس عموما من 2013. يعني انا من 2013 في الجيمات في ارض الواقع، فيعني حاسه ان انا جديره ان انا اطلع اتكلم معاكم. المهم، النهارده عندنا تمرينه. لو انتي بجد، لو انت مش عايز تعملي اي تمرين، مش عايز تروحي الجيم، مش عايز تعملي اي حاجه، عايزه بس التمرينه اللي تجيب لك من النهايه من الاخر، تشدلك وسطك وبطنك وتكبر لك الجلوتس، here we go. التمرينه بتاعت النهارده كور، كارديو و جلوتس. ايه هو اصلا الكور؟ هو مجموعه عضلات من ضمنها عضلات البطن. في ناس فاكره ان الكور هو عضلات البطن، لا، هو البطن جزء من الكور. طيب ايه هي كل عضلات الكور؟ الابس، الريكتس ابدومينس اللي هي عضلات اللي بنقول عليها السكس باك، و الاوبليكس، الاكسترنال والانترنال اوبليكس واللور باك، واللي من ضمنها الريكتور سبايني، كل عضلات العمود الفقري، والحوض، عضلات الحوض كمان. وفي دراسات يعني كانت اي اس اس اي زمان كانت قايله ان الجلوتس من ضمن عضلات الكور، يعني عضلات الجلوتس كمان جزء من عضلات الكور، ولكن دلوقتي قالوا لا، دي يعني فصلوهم. بس جربي انتي تاخدي يوم كور وجلوتس 3 ايام في الاسبوع وهتشوفي تحول، والله والله ما كنتي تحلمي بيه زي التحولات العظيمة الرهيبة دي. كنت معتمدة معاهم نفس الطريقة. جربيها وهتدعي لي، هتفتكريني كده وهتدعي لي. طيب، قلنا النهارده هنتمرن جلوتس وكور، دول اهم حاجة، وفي الاخر هنعمل كارديو. انا على حسب وقتي ممكن في الاخر اقدر اعمل 20 دقيقه كارديو على التريدميل، لاني عندي تمرين بي تي في الجيم، يعني في عملاء جايين همرنهم، مش عارفه هلحق اخد الكارديو بتاعي ولا لا. بس انا عايزاكي بعد التمرينه اللي هنعملها مع بعض النهارده تطلعي 20 ل 45 دقيقه على التريدميل، على السرعه 4 5 6 على قد ما تقدري، وكمان تعمليها انكلاين. احنا كده اشتغلنا على الكور او عضلات الجذع كلها، شدينا منطقة البطن وجناب البطن والظهر، وكبرنا عضلات الجلوتس، وكمان بعدها هنحرق دهون لما نعمل الكارديو على التريدميل او اي نوع كارديو عموما بتحبيه. لو انت بتتمرني من البيت ممكن ترقصي مع نفسك في الاوضه كده قدام المرايه ولا حاجه، عيشي حياتك اي نوع كارديو بتحبيه. بس انا عايزاكي بعد التمرينه دي، احنا قلنا هنعتمد التمرينه دي 3 ايام في الاسبوع، ف3 ايام في الاسبوع هنعمل كور، جلوتس وكارديو. الكارديو هيكون من 20 ل 45 دقيقة بشدة متوسطة. مش عايزاكي تموتي لدرجة ان انتي تضطري ان انتي تقفي تريحي، ان انتي خلاص مش قادره. لا، انا مش عايزاكي توصلي للحته دي، مش عايزاكي تجيبي اخرك وانتي بتعملي الكارديو. عايزه شده الكارديو تكون متوسطه بحيث تسمح لك انك تقعدي وقت طويل، لان كل ما الكارديو شدته هتكون مش جايبه فيها اخرك، وهتكون الشده متوسطه، قادره تعبانه بس قادره تكملي لحد ال 45 دقيقه. كل ما هتعرفي تظبطي الحته دي كل ما هتكوني حرفيا بتقدري تستهدفي حرق الدهون. فيلا بينا عشان الحق اصور لكم التمرينه قبل الجيم ما يبقى زحمه. يلا بينا نشوف التمرينه الجامده جدا اللي والله العظيم هتدعي لي لو عملتيها 3 ايام في الاسبوع لمده شهر. صوري نفسك النهارده، صوري نفسك بعد شهر. يلا بينا. اول تمرين هنبدا بيه هو تمرين البريدج. التمرين ده انت ايا كان مستواكي فانت هتقدري تشيلي فيه وزن كويس، لاننا بنشيل وزن على مركز جسمنا فبنقدر نشيل فيه وزن حتى لو انت مبتدئه. ولو حاسه ان انت مش قادره خالص، مش مهم الوزن، المهم ان التكنيك يكون سليم. فيلا بينا نبدا اول تمرين. تحطي ايديكي كده، اوكي، جيبي كعب رجلك عند ايديكي او قرب ايديكي وتنامي على ظهرك. وكل اللي هنعملوه ان انا ازق الحوض لفوق وارجع تاني. هنعمل مجموعة واحدة تسخين هنسخن بيها، وبعد كده نبقى نحط وزن 2 3 4. تخيلي كده كأنك بتزقي حاجة بالجلوتس. كعب رجلك ومشط رجلك الاتنين يبقوا مثبتين في الارض. ما ينفعش تشتغلي على مشط رجلك وترفعي كعب رجلك، ولا تشتغلي على كعب رجلك وترفعي مشط رجلك. الاتنين
مثبتين في الارض، وهتخيل كاني بزق حاجه بالجلوتس بالحوض، بزق لفوق وانزل. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده هناخد الويت، اي ويت تقدري تشيليه، او لو حاسه ان انت مش قادره تشيلي ويت لسه مش جاهزه مش مهم. لو هتستخدمي ويت لازم يكون فوق حوضك، ما يبقاش على بطنك وما يبقاش على رجلك. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. احنا المجموعه الاولانيه اللي اشتغلناها من غير وزن خالص كانت تعتبر مجموعه تسخين. المجموعه دي اول مجموعه فعليه، هنشتغل بالوزن اللي احنا هنشتغل بيه اللي انت هتختاريه، 4 مجاميع في 10 عدات. تاني تمرين هو تمرين توازن. هو تمرين توازن، مش متوقع ان انت تشيلي فيه وزن كبير في البدايه، وطبيعي ان انت تلاقي نفسك عماله تعملي كده، وهو اصلا فكره التمرين ان انت تقاومي فكره ان انت هتقعي، تحاولي تحافظي على التوازن بتاعك، هو ده اللي بيشغل او بيأكتف عضلات الكور. اوكي، فهوريكم. طبعا ده وزن خفيف قوي زياده عن اللزوم، بس هوريكم فكره التمرين. دراعك مفرود فوق، وايد عكس رجل، رجلك هتترفع، وكاونت 1 2 داون اب، 1 2 داون، بالراحه ببطء، محدش بيجري وراكي. 1 2 داون. طبيعي تلاقي نفسك عايزه تقعي في كل عده، اظبطي نفسك وارجعي تاني كملي ال10 عدات بتوعك. 4 رجلك ما تلمسش الارض. 5 6 7 8 9 10. حاولي تريحي ما بين كل رجل ورجل، عشان زي ما في فشل عضلي في حاجه اسمها فشل عصبي، فنحاول نريح 30 ثانيه بين كل رجل ورجل. رجلك في الهواء، يلا بينا. 1 شفطي بطنك. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شطورة شطورة. التمرين اللي بعده كيك باك، ده تمرين عزل العضلات الجلوتس، بس المرة دي هنعمل تمرين اسمه ميديوس كيك باك. بيستهدف ايه؟ الجلوتس كلها، وتحديدا الحته اللي بتبين بروز الجلوتس من الجنب. مش بتشوفي المودلز لما بيقفوا من الجنب بيبقى عندهم الكيرف ده كده؟ هو ده اللي احنا هنستهدفه. طيب هنعمله ازاي؟ لو انتي لسه مش بتعرفي تعمليه خالص، انا هوريكي التكنيك بتاعه من اوله لاخره. تقدري تمسكي في اي حاجه ثابته عندك في البيت، مشط رجلك هيتلف سيكه لبره، والحركه جايه من الحوض، هزق وارجع تاني، مش من الركبه كده. الحركه جايه من الركبه، الركبه رايحه جايه صح؟ لا، انا هثبت الركبه والحركه جايه من هنا الحوض. رجلك مفروده ومعوجه للجنب، مش رجلك معوج للجنب، ورجلك ثابته كانها متجبسه كده بعد الشر يعني، وبزق بنفس الوضع ده. مش فكره التمرين ان انا ازق اعلى حاجه، لا، اول ما ازق كده اجيب اخر المدى الحركي بتاعي وارجع. شكرا. يلا بينا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الناحية التانية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
وبرده هنكرره 4 مجاميع بس في 20 عده، لان احنا شغالين بادي ويت، واوريدي وزن رجلك هيبقى خفيف عليكي. لو انت حاسه ان رجلك تقيله ومش قادره، خلاص اوكي اشتغلي في 10 عدات او في 15 عده، بس لو قادره لا كملي لحد 20 عده. قشطه. اللي بعده اقدم تمرين اتوجد في الحياه، ممكن نعمله بادي ويت، او لو عندك ازازه ميه، دمبل صغنن مش مهم. المهم ان احنا هنعمل كده البوتوني وافرد كله. الفكره في ايه او اللي هيأكتيف لك عضلات بطنك ايه؟ هي ان انا لما القلب بيلمس الني، كوعك يلمس ركبتك، بعمل زفير قوي واقبض عضلات بطني. هعمل كده شهيق، زفير. Five more. 5 4 3 2 1. الناحية التانية وانا بجيب كوعي لركبتي، بتني ظهري بنفس الطريقة دي، فبعمل كده. اخر تمرينين. اول تمرين ده اهم تمرين للكور، حرفيا بيخلي البطن مشدوده بجد. هرفع رجلي وايدي الاتنين مع بعض، هرفع ايدي ورجلي الاتنين مع بعض، وهشتغل بايد عكس رجل، كله ثابت ما عدا الايد والرجل اللي هيشتغلوا بيتحركوا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بدل الناحية التانية. اهم حاجة اني اسفل ظهرك ما يبقاش، لو عديتي ايديا ما تعديش ظهرك، اسفل ظهرك لازق في الارض، مفيش منفس اني حاجة تعدي. الناحية التانية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اخر تمرين هو البير دوج. تمرين توازن، لازم تحافظي على التوازن بتاعك، وطبيعي انت هتبقي حاسه ان انت عماله تعملي كده، لازم تحاولي تحافظي على التوازن بتاعك. وكل ما هتحاولي توزني نفسك او تثبتي اكتر، كل ما هتكوني كده مأكتبه عضلات الكور اللي من ضمنها البطن. اوكي يلا بينا. ايد عكس رجل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الناحية التانية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب احنا كده خلصنا التمرينه بتاعتنا. في هنت مهمه جدا لازم اقول لكم عليها. احنا ليه اصلا ما عملناش تمرين بطن مباشر؟ التمارين اللي بتحسسك بحرقان رهيب في بطنك لحكمه والله. اول حاجه لازم تعرفي ان اي حد عنده تراكم دهون في بطنه. يعني ايه تراكم دهون؟ ما كلنا عندنا بطن اصلا رايحين الجيم عشان نخسسها، لا، في ناس بطنها ما بتنزلش بسهوله ودي حاجه جيناتيك. اخر حاجه بتنزل فيها بطنها مهما عملت. هم دول الناس اللي يستحسن ان هم ما يشتغلوش اي تمارين عزل للبطن، ويشتغلوا لما يشتغلوا بطن يشتغلوها من ضمن تمارين الكور، يعني يشتغلوا كور فالبطن، عضلات البطن اللي هي
العضلات اللي احنا بنقول عليها السكس باك، الريكتس ابدومينس، تشتغل من ضمن العضلات، من ضمن جوه تمرين مركب مش تمرين عزل. ليه؟ تمارين العزل بتديني حجم عضلي كبير. طب ما دي حاجه حلوه يا كوتش عشان لما دهون البطن تنزل، دهون عضلات البطن تبان. انت دهون بطنك مش بتنزل بسهوله، ويا عالم يمكن تكوني بنسبه كبيره مش عارفه تلتزمي بالدايت بلان بتاعتك، او مش عامله دايت وبتتمرني عشان اهي خطوه واحده واحده نبدا نعمل دايت. معناها ان انت مش هتفقدي دهون بسهوله، وده معناه ان لما اتمرن بطن كتير واكبر عضلات بطني في مقابل ان دهون بطني ما بتنزلش بسهوله، ده هيديني حجم اكبر شكل البطن كده من بره. مش مهم بقى هي فيها عضلات ولا هي دهون، هتبصي في المرايه هتحسي ان انت بطنك منفوخه اكتر. ونفس الفكره دي بنطبقها على اي مكان في جسمنا ما بيخسش بسهوله. اعملي كده وهتلاقي ان المكان اللي ما كانش بيخس بسهوله ده بقى يخس بسهوله. ايه الفكره باختصار؟ ان المكان اللي انت عارفه انه تراكم فيه الدهون عندك عنيد وما بيخسش بسهوله، ما اروحش العب عليه تمارين عزل، لانك لو لعبتي عليه تمارين عزل، تمارين العزل هتبني لك ماسلز، كتله عضليه حلوه جميله، بس الدهون ما بتنزلش، الدهون بتنزل بطيء جدا، في مقابل بناء الكتله العضليه هيكون اسرع. هنا هتبدا المشكله، هيبدا الحجم من بره يبان، كتله عضليه بتكبر، بامب بيزيد، والدهون ما بتنزلش بسهوله، فتبداي تشوفي في المرايه حجمك بقى اكبر، مع ان انت زايده عضلات وبتنزلي دهون، مش ما بتنزليش بس بتنزلي دهون من توتال جسمك، والمكان اللي فيه دهون عنيده ده بينزل بطيء. على ما يبدا ينزل وتبداي تشوفي نتيجه، الموضوع هياخد وقت طويل، وهتلاقي نفسك اتضايقتي كتير من شكل المكان ده، سواء كان دراعك، رجلك، بطنك، ايا كان. فعشان كده احنا ما اتمرناش تمارين عزل للبطن زي الكرانشز او السيت اب، ما عملناش ده، وده العادي بتاعي ان انا ما بعملوش، وده شكل بطني. جربوا وان شاء الله تتبسطوا. جربوا التمرينه دي 3 مرات في الاسبوع، وانا ان شاء الله هكون كاتبه لكم كل التفاصيل بتاعت كل تمرينه، يعني عديتوا مجاميع وراحه وبس كده. باي باي.